اوكي، دايما احنا قلنا ان في حاجه اسمها تايم، فاللي جه الاول البيرنت ليهم برايورتي على ده، فالبيرنت هنا تيك برايورتي على الشايلد. طيب دي في العلاقات الفيرتيكال اللي قبل البيرنت ليهم برايورتي، ممكن اللي قبل البيرنت ليهم برايورتي على البيرنت والبيرنت ليه برايورتي على الشايلد. طب وات اباوت العلاقات اللي كده اللي على نفس المستوى، مين اللي ليه برايورتي على مين؟ في علاقات الجواز مفروض ان the one اللي بيروح يشتغل وبيجيب فلوس ليه برايورتي على اللي قاعد في البيت. ايا كان هو. ده بالظبط بقى، وده اللي هو مفهوم القوامه اللي في الاسلام. هو الاسلام بيقول ايه؟ الرجال قوامون على النساء، ما قالش الذكور على الاناث. الرجال معناها المترجلين لازم يروحوا يشتغلوا عشان يجيبوا فلوس للنساء اللي هم قاعدين في البيت. فلو الست هي اللي بتروح تجيب فلوس والراجل هو اللي قاعد في البيت، يبقى الست ليها برايورتي على الراجل. بس برايورتي مش معناها برايورتي اعلى بكتير، بس فرق سن. ف in that sense he takes بنسميها position number 1 and she takes position number 2. اوكي؟ بس قبليه دول. طيب نعمل بقى حاجه ثانيه. فرضا تعالى انت هنا وقف انت مكانك. لما الست بتبقى هي اللي بتروح تشتغل تجيب فلوس اكتر significantly من الراجل، then it's an invitation ان هي تبقى position number 1. لو position number 1 it's an invitation برضو ان الراجل يشوفها مامته. ليه؟ عشان خاطر بقت هي واخده اولويه عليه. فمين اللي في السيستم بتاعه الانيشال الاولويه؟ الست امه. فديس داينامكس ممكن تكمل شويه، بس هيبقى فيها دعوه ان الراجل يشوف الست امه. اي سؤال؟ اوكي، عشان كده it's very important ان الفرق الفاينانشال بين البارتنرز ما يبقاش كبير قوي في الحته دي. Otherwise I'm not saying it will always happen، بس الشانس انها تحصل بتبقى موجوده بشكل كبير.